birthday to you. Happy birthday to you. تفتكر انا ممكن انسى يوم زي ده؟ افتكرت. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبتي. كل سنه وانت طيب يا عمر. انا مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه بجد. ما تقولناش حاجه، ليلى صاحبه الفكره. بحبك. انا كمان. يلا تعالوا خش. يلا. ما انا جايب حاجات. برافو عليك. صارف جامد. صايع. ميرو مش عايز. عصام، أنا شكلي كده مش هكمل الخطوبة دي. يا دي النيلة السودة. ودي المرة الكام؟ مش فاكر. بعد ما تلدى بطلت أعد. طب بص يا مراد، عشان ما تتعبش قلبك وقلبي، لأن أنت مش هتفضل طول عمرك بتخطب بس. أنا رأيي إن أنت تكمل. لا مش قادر. يا ابني اسمعني، لو في شوية تنازلات تعال على نفسك شوية. لو عليا مش مهم، حتى يا سيدي لو على شوية فلوس زيادة برضه مش مهم، بس عند نينا لا، إلا أمي يا عصام. أمي؟ تخيل أنا عمري ما قلت الكلمة دي. ما بفهمهاش يا أخي، برغم إنه بيقولوا إنها كلمة مهمة يعني، بس أنا مش حاسسها. ماما ماما، بس عارف كلمة بابا كويس قوي. أبويا. إيه بذمتك مش ينفع نديها أغنية لواد سلطان؟ مش فاهمها تيرارا، مش حاسسها لا لا لا، ما بقولهاش. بيقول لك الأم مدرسة، لو ما دفعتش مصاريفها يبعتوا يجيبوا ولي أمرك. بقول لك أهو. ده عبث. أهلا أهلا السلاطين. ايه ده ايه الوشوش دي؟ واضح ان الاستاف عالي قوي. فوق ما تتصور. ده لدرجة إن إحنا مش مبطلين ضحك من الصبح. وشك مشقق باين عليك. طبعا لازم. بس ده حلو قوي علشان تبقوا على استعداد كده لاستقبال المفاجأة القنبلة اللي أنا جايبها لكم. مينك مراد ولا إيه؟ طب وليه ما تكونش ننتك أنت يا ظريف؟ لا خفة، لا قنبلة أعلى. اظهر وبان عليك الأمان. أنت جايب عفاريت ولا إيه؟ هتتباس يعني هتتباس. مش ممكن. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ يا حبيبي عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان. ايه يا مصر جابت جون ولا ايه؟ تصدق بالله دي أجمل حاجة عملتها في حياتك. اقسم بالله. مفاجأة جميلة فعلا. اقعد. ايه؟ هتشربونا حاجة ولا نمشي؟ تمشي مين؟ دي ليلتك لوحدك يا معلم. اهو صباح الفل يا حبيب قلبي. صباح ايه الفل. ده مفيش غير ده يلف علينا ولا ليه 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 ليه, ليه صباح الفل؟ ده ايه ده؟ عامل ايه؟ انت جيت امتى؟ من زمان قوي. كل سنه وانت طيب. ايه ده؟ اوه ولع الدنيا على السيديات يا عموره. كل سنه وانت طيب يا عمر. سيب. كل سنه وانت طيب. انا بقى هديتي ليك يا صاحبي اني جيت لك عيد ميلادك فقري. برغم معاملتك القاسيه دي، بس جيت. انا بقى هديتي دي، اتفضل. اوه. ايه ده؟ افتح وشوف. كبيره. ده ايه التحفة دي؟ بجد عجبك؟ قوي. انا شاريه بقالي اسبوع بس انت ما خدتش بالك. طب يلا بقى عزف لنا حاجه. ايوه وانت يلا قومي هز شويه يا بطله كل افلامك. بطله بطله بطله، ايه السخافه دي؟ ما كفايه بقى الكلمه دي. في يا ساره انا بهرج معاكي يعني مفيش مشكله يعني. لا في مشكله، في مشكله، لان مع اي حد في الدنيا مفيش مشكله، بس معاكوا انتوا بالذات في مشكله، لان انتوا بالذات عارفين وجعي، فما ينفعش انتوا اللي تدوسوا عليه. صح. رواقي يا حبيبتي، هو على فكره كان بيهزر، ما كانش يقصد. وبعدين اي حاجه في الاول بتبقى صعبه بعد كده بتعدي،
وبكره هتبقي بطله ومش هنعرف نتكلم معاكي. روقي بقى، روقي، ما تقلبيهاش غم عشان خاطري. ماشي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. طيب مش هتعزف لنا حاجه؟ حالا. روقي بقى. صباح الفل يا نادر. الله، وحشتني قعدتكم قوي. صدقني يا نادر انت اللي وحشتني. بس انت عايز تقنعني يا نادر ان انت بقالك هناك 10 سنين ومع كل الشهادات دي ومش عارف تشتغل ممثل وجاي تدور على شغل هنا؟ اولا انا مش جاي ادور على شغل، انا جاي على شغل جاهز. انا واخد دور بطوله في فيلم ليحيى منير. واو، ده مخرج كبير ومهم جدا جدا. ده بيجيب لي الواد الاوفيس بوي اللي عنده في المكتب سجاير مستورده دايما وهو جاي كده. يا سلام. اما بقى بالنسبه لفكره انا ازاي هناك ما اشتغلتش، صناعه السينما في امريكا بيدورها اليهود، كلها شلل. فانت من الاخر كده لو عربي مسلم مش هتعرف تشتغل. شايف يا فقري؟ يعني انت لو رحت هناك تشتغل هوا. لا طالما عربي ما يفرقوش، مسلم مسيحي ما بيفرقوش. انا لو دفعوا لي فلوس اساسا مش عايش في امريكا. ما هو اختي ميرفت عايشه هناك حياه اخر قرف، لا في دفء ولا روابط ولا نظافه كده، يعني عايشين عبيد عند البنوك. عند ايه؟ البنوك. طب ايه؟ طيب خلاص فهمنا. قليل قوي لما تلاقي حد فاهم امريكا من غير ما يروح لها. برافو عليك يا مراد، اكسلنت. اهو انت كده وصلت لمرحله التنين، خطوتين كمان وتبقى داخل على مرحله المغاره، وهوب تك مرحله السيف البلوري. البلوري ده ايه الاصطف ده يا جماعه؟ ده عالي قوي. سيبك بقى يا عم نادر من الكلام ده كله وطريق القعده كده وكلمنا عن النسوان. عاملين ازاي هناك؟ النسوان. لا النسوان حلوه طبعا حلوه قوي، بس ما فيش الروح اللي عندنا هنا. احنا هنعمل ايه بالروح؟ انا هنروح نحضر عفاريت ولا ايه؟ مهم يكونوا ستات بس. ستات وبس؟ مين احنا نهرج؟ ده الستات هناك عباره عن قشطه متغمسه في عسل، عليها بسبوسه بالمكسرات، يا خرابي، ومن فوق بولة ايس كريم مستكه بالفانيليا، يا حلاوه، ومن تحت بقى نوتيلا سخنه مولعه. كل ده بقى بناخده عندنا هنا في مصر، نضربه في الخلاط ويطلع في الاخر ام علي. ام علي ستات برضه. علي طبعا. ده مفهومهم عن البنات. تخيل لسه زي ما انت يا مراد، ابن ناس. الاخ هنا بيقول نسوان، والاخ هناك جوز اختي بيقول ستات. الراجل المحترم يا جماعه بيقول بنات. والله يا عم نادر دينيات، كل واحد ليه وجهه نظر فيها. يعني انا مسميهم نسوان، هي صغيره كبيره هنا كلهم بقوا نسوان. وجوز اختك محترم شويه بيقول عليهم ستات، انما الفنتوس اللي كنتوس الجميله دي بيقول عليهم بنات، برغم ان كله هنا مستعمل يا باشا ورشش حوض ومعدلين في الشاسيه. على فكره دي نظره عدميه للانثى بتدل على اهتراء نفسي. انا بتكلم على العربيه على فكره. سنين. تصدق ملعوبه؟ تصدق صح؟ عيب سلاطين. الو. ايه يا ليلى؟ ليلى مالك تعبانه شويه وطالعين بيها على المستشفى. تعبانه جراحه ايه؟ انت عملت لها حاجه؟ والمصحف لا. طب خلاص ما تخليش اي حد يلمسها، انا هكلم الدكتور بتاعها. انتوا طلعتوا على انهي مستشفى؟ مش عارفه هنروح فين. طيب المهم بتتنفس ولا لا؟ بس ما بتردش. يا نهار اسود. طب اديني ماما. خدي يا ماما. ايوه ليه؟ ايوه ماما، ايه اللي حصل؟ فيه ايه؟ والله دخلت الحمام دقيقتين بس، طلعت لقيتها واخده قراص بالليل. يا نهار اسود. طب دي كده ممكن يجي لها هبوط. يقطعني يا بنتي، يا ريتني ما سبتها ولا دقيقه واحده. طب خلاص انا جاي حل مسافه السكه. باي باي، مع السلامه مع السلامه. عمر. خير يا دكتور؟ هو ضغطها واطي جدا والنبض ضعيف قوي، بس ان شاء الله معلقه محاليل يعني وتبقى كويسه. هي مش طبيعيه. يعني ايه؟ مش فاهم. ابنورمال، فانا لازم ابقى عارفه عشان هي ليها ادويه معينه. هي خدت الدواء من ورانا. طب ايه اسم الدواء اللي خدته؟ اسمه ايه يا ماما؟
ما اعرفش، اختك اللي تعرف. مش مشكله دلوقتي، المهم يعني اللي انا بعمله ده ملوش علاقه اب نورمال او نورمال. احنا بس يعني بنحاول نخلي الحاله مستقره وان شاء الله تبقى كويسه. على اذنكم. مش يلا بينا يا سلطان؟ الله. خلاص سلطان، يلا بينا. تمام كده، يلا بينا. يلا انا هوصلكم. لا بلاش انت بتتكلم كتير عن العفاريت وعن ابوك اللي بيطلع لك فجأة ده، والحكاية مش ناقصة ركوب هوا بالليل. خلاص هوصلك انا. لا بلاش انت بتتكلم كتير عن النسوان وبتفتح نفسنا عليهم، واحنا الحكاية مش طالبة يعني. مش طالبه ايه؟ انت لسه ما طلعتش من المغاره يا سلطان؟ لا مستني السيف البلوري. خلاص يبقى نمشي لغايه البيت. انا كده بقالي زمان ما مشيتش في القاهره. يا عم يا السيجارتين طالبين معاك مشاوير ولا ايه؟ انت اتجننت ولا يا نادر؟ عايزنا نمشي من مصر الجديده لحد العباسيه؟ وايه المشكله؟ لا يا عم، السيجارتين يطيروا من دماغنا وتبقى مش كويسه الحكايه دي. انا افضل اركب مع بتاع العفاريت. وانت كمل ليلتك مشي، وياكش يتقبض عليك بقى ويعرفوا انك مسطول وتحقيق بقى وحاجات بالشكل ده والبلد لبش. يا سلام. لا هو بيتكلم صح على فكره، البلد اللي من دول فيها قلق. يا جماعه ايه الجو ده؟ كل حاجه قلق قلق قلق، في ايه؟ يا عم ما ناخد تاكسي ونريح نفسنا. يا عم انا نفسي امشي. طب ايه اقول له ايه؟ شيل ايدك بقى، كفايه. يلا يا سلطان، يلا. كنت يا حبيبي. يلا يا سلطان، يلا. دي معاك. ماتوا. تصبحوا على خير يا جماعه. وانت بالله يا معلم. الحمد لله على السلامه يا بابا. الله يسلمك. السلام عليكم. سلامه سلاتيمو. سلام يا صاحبي. كده ايه ده؟ انا عارفه يا دكتور ان لو جرعه الدواء زادت ممكن تعمل هبوط. هو ده اللي حصل فعلا، بس الحمد لله اللي احنا لحقناها يعني. طب الحمد لله. تحب حضرتك اكلم لك الدكتور المتابع لحالتها يمكن يفيدك اكتر؟ لا مش ضروري، او على الاقل دلوقتي انا هبقى اكلمه واعرفه هي خدت ايه. ميرسي قوي يا دكتور، تعبنك معانا. لا ما تبقاش كده، ده شغلي ومش عايزكم تقلقوا. هي نايمه دلوقتي، ان شاء الله لما تصحى تبقى كويسه. ان شاء الله. على اذنكم. خلاص بقى يا ماما، صلي على النبي. الحمد لله انها جت على قد كده. اعصابي باظت خالص، مش عارفه اتلم على نفسي. الحمد لله. بس برضه مالك ما ينفعش تتساب لوحدها. يا بنتي دي كانت دقيقه واحده يا دوبك دخلت البيت واتلقى. يا ماما ما هي الدقيقه دي ممكن تعمل مشاكل. يا جماعه انتوا بتهرجوا. مالك ما ينفعش تقعد معانا وهي في حالتها دي. ما تكبريش، اللي بيحصل ده غلط. طب خلاص مش وقته الكلام ده دلوقتي. ممكن تسكتي؟ سكت. بصي يا ماما، انا لازم اروح عشان عندي مدرسه الصبح. هخلص وارجع لكم. يا بنتي انت لسه ما نمتيش، ارتاحي شويه. مش مهم انام، المهم دلوقتي بس انا هخلص المدرسه وارجع اخدكم ونروح على البيت على طول. لو قصدي حاجه كلميني. ايه يا حبيبتي كده برضه يا ملك؟ كده تاخدي الدواء كل مره واحده؟ سالم، أنا ما ضحكتش عليكي في أي كلام قلته لك. وبعدين أنت ليه ما اتكلمتيش معايا على طول؟ ليه دخلت باباكي في الموضوع؟ علشان عارفه انك هتزعل. ما هو أنا كده زعلت أكتر. إحنا مخطوبين علشان نعرف بعض، والمفروض نتكلم في كل حاجة، وأكيد كنت هسمعك. الا دي يا مراد، الا دي. مش فاهم. يعني دي الحاجه الوحيده اللي انت ما بتحبش تتكلم فيها، ولا بتحب حتى تجيب سيرتها مع اي حد؟ حاجة إيه؟ موضوع مامتك يا مراد. سالي، مش هقدر أسيب لينا لوحدها. ليه يعني؟ لينا ما تقدرش تقعد لوحدها من غيري.
وانا فهمتك كده. اي نعم، ام حمدي بتقعد معاها لحد ما برجع من الشغل، لكن انا عمري ما سبت نينا تنام لوحدها في البيت. انا مش مصدقه بصراحه. يعني ازاي واحد عنده 5 بنات ما شاء الله كبار وسايبين اخوهم يقعد مع مامتهم؟ فهمني كده. وانا كلامي زعلك؟ سالي، انا اخواتي متجوزين، عندهم حياتهم، عندهم اولادهم وزوجهم وبيتهم. وانت؟ انا مش تعبان من وجود نينا معايا. بس انا مش مبسوطه يا مراد. بقول لك ايه، احنا هنتكلم بعدين عشان انا زهقت. انا اسف، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. يا مراد اوعى تكون بتتخانق مع خطيبتك. لا احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني يا مراد، بس مش دلوقتي عشان انا زهقت. اقعدي افطري معايا يا بنتي. معلش يا طنط عندي شغل. مع السلامة يا بنتي. عايزين نعمل 1 minute warm up. يلا يا ولاد. 1 2 3 1 2 1 2 1 2. يلا نحرك ايدينا كمان. يلا اشتغل. يلا يلا. بس ليلى شكلها حلو. ايه ده بجد؟ اه والله. مش كنت رحت شغلك يا ابني؟ وعايزاني احرم نفسي من القعد معاك يوم واسيبك لوحدك يا جميل انت؟ وانا بقى هيجرالي ايه يا حبيبي؟ الحقيقه يا نينا انا اللي هيجرالي. يعني هفضل قلقان عليكي طول الوقت. يعني ام حمدي هي اللي بتطمنك؟ على الاقل بيبقى في حد معاكي. وانا هيجرالي ايه؟ انا قربت امشي يا حبيبي. يا حبيبه قلبي ما تقوليش كده من فضلك، بعد الشر عليكي. طيب ان شاء الله انا لا لا يا حبيبي، الام لما بيموت ضناها بتفضل تموت كل يوم. ربنا ما يورينيش فيك حاجه وحشه ابدا. انت زعلان مع خطيبتك؟ لا يا حبيبتي ما فيش حاجه، ما تشغليش نفسك. ما تزعلش خطيبتك يا مراد، هي اللي باقيالك. حاضر يا نينا. كده ابقى مطمنه عليك. انت فاهم؟ فاهم. خطيبتك زي الفل، بنت ناس وبتحبك. انا بحس انها بنتي. هبقى مبسوطه قوي لما تيجي هنا، وهي كمان. صح؟ صح. صباح الخير. صباح النور. مبروك يا حبيبتي، ليلى حامل. مبروك. الله يبارك فيك. الولاد فرحانين بيكي قوي. بصي بقى، انا هحاول اظبط لك جدول عشان المساله تبقى سهله عليكي في الشهور الاولى من الحمل. انت في الشهر الكام؟ الاول التاني مش متاكده. ربنا معاكي يا حبيبه قلبي. ميرسي. وانا ظبطت مع دعاء انها تاخد الكلاس بتاعي النهارده وانا هاخد الكلاس بتاعها بكره. حبيبتي مفيش اي مشكله، وانا اهو هقعد اظبط لك الجدول عشان ترتاحي بقدر الامكان. بتضحك ليه؟ هي محتاجه راحه، انت لا. مش معقول العنصريه اللي في المدرسه دي. مفيش عنصريه هنا، في حاجه اسمها انسانيه. فاهم؟ طب. طيب عن اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. طب عن اذن حضرتك. اتفضل. Are we done? You might be. Who'd you pick up at the airport? I got my computer. يا ماما. كل سنة وانت طيب يا عمر. وانت طيبة. بكلمك من الصبح ما بتردش ليه؟ بحتفل. مالك؟
لا انا ماليش، انا كويس. انت لوحدك ولا ايه؟ لا انا لوحدي، معايا ليلى واصحابي كلهم موجودين بنحتفل. طب سلم لي عليها. مش ناوي تيجي انت وهي يوه ولا بقى ايه؟ ماما، انت ما بتزهقيش بقى ولا ايه؟ خلاص مش هنتخانق يوم عيد ميلادك كمان. قولي لنفسك. طب بابا عاوز يكلمك. اديهوني. هتروح البنك هتلاقي هديتك في حسابك يا عمر. كتر خيرك، شكرا يا بابا. انا نازل مصر كمان شهرين. خير في ايه؟ لما اجي هقول لك سلام. حاسه بيك قوي يا نادر. مش قادر اتكلم. ما كنتش متخيل ان اول مره اشوفها بعد السنين دي كلها يكون الكلام بالشكل ده. طب كنت عايزه ازاي بس؟ مش بالطريقه دي. حسيت عايزه توصل لي رساله. وانت مش عايز تفهمها؟ انا اكتر واحد فاهم ليلى. بص يا نادر، يعني اللي كانت عايزه توصله لك من الرساله دي انها يعني لها بيتها وجوزها، وانت كمان يا حبيبي ليك حياتك. مش عايزك تدخلي معايا في السكه دي يا علي. انا مش عيل صغير عشان تقولي لي بيتها وحياتك ومستقبلها وبلا بلا بلا والكلام ده. انا بيني وبين ليلى حياه بحالها. بس والله العظيم انا عاذرها في كل حاجه. انا سافرت وغبت واتجوزت، كل حاجه عايزه تقوليها قوليها. انا كان نفسي المقابله تكون غير كده بس. طب روق روق، وان شاء الله ربنا هيصلح حالك، انا متاكده. روق بقى وحياتي. ها يا نادر، اتكلمت معاه؟ في ايه؟ لازم ينزل يشتغل، هيفضل قاعد كده في البيت؟ واحده واحده، انا لسه ما قعدتش سمعته. طيب اقعد واسمعه واتكلم معاه وافهم وجهة نظره وقول لي. لسه زي ما انتي ما اتغيرتيش، زنانه. نادر الوضع صعب وهو ما عندوش دم. ما ينفعش تتكلمي على جوزك بالشكل ده حتى لو كان غلطان. مالكش دعوه. ما ينفعش تتكلمي مع اخوك كده برضه. يا نادر بقى ما تجننيش، انت رايق قوي. اقعد اقعد يا حبيبي واسمعني، عايزه اتكلم معاك بجد. اتفضلي يا ستي قولي. لازم تتكلم معاه، اقنعه انه ينزل يشتغل. المغنى ده مش هياكلنا عيش. طب يعمله في وقت فراغه. طيب علي، ما ينفعش التفاهه اللي هو بيعمله كده. احترمي فكر جوزك عشان تعرفي تتكلمي معاه، ماشي؟ امال انا جوزك ولا جوزي؟ جوزك ولا جوزي؟ جوزي واخويا اتجننوا. صبرني يا رب. انت عايز ايه؟ عايز مالك؟ تعبانه، ما نمتش من امبارح والمفروض ارجع اخد مالك من المستشفى. ايه في ايه؟ اخدت جرعه دواء زياده بس الحمد لله لحقناها. ما هو مالك يا جماعه، ما ينفعش تقعد معاكم في البيت اصلا. طب ما انت عارف ان انا دخت ودورت على مستشفيات ما لقيتش. طيب بقول لك، انا بالصدفه في بنت جت اشتغلت معايا في السنتر، قالت لي ان باباها دكتور في مستشفى العباسيه، هو رئيس قسم هناك، بنكلمه ونشوف. انت مش جيت معايا وشفت بنفسك؟ على الرغم من اني ما بحبش الوساطه، بس احيانا كتيره بنضطر نلجا لها. يا ستي روحي كلميه، اسمعيه، شوفي هيقول ايه، يمكن يقدر يعمل لنا حاجه. انا عايز اقول لك بس اسمعي كلامي عشان خاطري. ملك ما ينفعش تقعد معاكم في البيت، حرام عليكم، انتوا كده بتظلموها يا جدعان. ايوه انا برضو لو حطيتها في اي مستشفى هبقى ضريتها. وبعدين اعمل ايه تاني؟ طيب اعمل ايه؟ انا تعبت. على فكره انت اللي عامله في نفسك كده. وانا كل شويه هفضل اقول الكلام ده ولا ايه؟ ما علينا، خدي الكارت بتاع الدكتور اهو، كلميه وشوف هيعمل ايه. متشكره، كتر خيرك. مالك؟ وشك ماله مجهد ليه كده؟ انا اول مره اشوفك كده. هو في ايه بس يا ليلى؟ في ايه؟ مفيش، انا عايزه امشي. يا عم الناس تلاقيهم خرجوا من المستشفى. يا عم افرض عايزه حاجه. اكيد معاها جوزها. ايه ده؟ مش دي البت الممثله؟ دي ممثله فعلا؟ اه ممثله بتعمل ادوار كاسر كده، مش ولا بد يعني. هي
اخي بكون جايه لك. ليه ساره؟ ايه اللي جابك يا بنتي؟ معقوله ما تاخدينيش معاكي؟ ما كنتش عايزه اصحيكي. يا سلام. ازيك يا مالك؟ الحمد لله على سلامتك يا مالك. الله يسلمك. هنطلع عشان مالك ترتاح. يلا ملموم. ازيك يا نادر؟ ما شاء الله كبرتي وبقيتي عروسه. اخر مره شفتك فيها كنت في ثالثه اعدادي. ايه رايك بقى؟ شفت كبرت قد ايه؟ احنا كلنا بنكبر. على فكره مبروك، انا عرفت من ماما وعاليه ان انت هتعمل فيلم كبير قوي. الحمد لله يعني على قد كده. على قدك ايه يا راجل؟ البيه هيعمل بطوله مطلقه مع المخرج الكبير يحيى منير. ما شاء الله. كل على قدك. استناكي فوق يا ليه. اوكي اتفضل. ازيك يا نادر؟ الحمد لله. ايه ده، هو انت دارس تمثيل؟ انا دارس في امريكا ودرست هناك كمان. طب وما بتمثلش ليه؟ لا دي قصه طويله بقى، يعني ما حصلش نصيب. طيب يعني ممكن كده تدرسني تمثيل، تديني سيشنز يعني. ساره صاحبتي اصلها هي برضه بتمثل. فرصه سعيده. طبعا انا تحت امرك. بصي. طيب استاذنكم. تعالي يلا. يلا يا ساره. جايه. ايه مالك في ايه؟ هو ده نادر؟ هو ده زي القمر. يا اختي انت في ايه ولا في ايه؟ لا عادي يعني، دي حاجه ودي حاجه، وبعدين انا بعبر عن رايي. طب يلا يا اختي يا ساره. لا انا مش هاجي. مش هتيجي يعني ايه؟ مش هتطلعي تقعدي معايا شويه؟ لا انا خلاص كنت عايزه اطمن على وانا كنت طمنت عليها، انا همشي بقى. اوكي؟ انت بتتكلمي جد؟ باي. ليلة اتغيرت مش كتير. لا كتير. ليلة شالت الهم بدري، وشيل الهم بدري بيكبر يعجز. انا بشوفها زي ما هي. ليلى بتاعتي. بس على فكرة حلوة حكاية صاحبتها دي، تقصها حلوة أوي. هتديها سيشن صحيح؟ طب على الأقل قول لأخوك يعني هيبقى في أنهو جيم يعني عشان يجيب الترينك ويجي. يا عم انت ازاي شاعر؟ الشاعر لازم يحس بإحساس اللي حواليه. ليه حق مراتك تقول عنك مهرج؟ كل كوم وعلياء كوم، لأن علياء الوحيدة اللي لازم تبقى مؤمنة بيا كشاعر، لأن أول ما اتعلمت الشعر اتعلمته على إيديها، كتبته عنها وليها ومنها. ما هي شالت الهم بدري كمان. شيل الهم بدري بيكبر. بس ما بينسيش. أنا بهزر معاك. ايه مالك قفشت كده ليه؟ يا عم ولا قفشت ولا حاجة. يا عم أنا المفروض اللي أقفش، أنت اللي اتريقت عليا الأول. لا لازم تحسني يا نادر. أنا ما بتريقش عليك، أنا شغلتي شاعر، شغلتي إني بحس مشاعر الناس. يعني أنا عادي جدا إن أحسك تحب ليلى، لكن اللي مش عادي إن أحس إنك أناني. أنا أناني؟ دليل إنك واقف قدامها عينك في عينيها وعايز تقول لها حاجات كتير قوي وبخلان، عايز تقول لها حس بيا، تقول لها يا أخي أناني ليه؟ طيب خلاص أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده. طيب نغير الموضوع. يا ريت. طيب ما قلتليش السيشن ده هيبقى فين؟ اجيب الترينك واجيلك. هو السيشن ده مش يعني حصه؟ طب ما ولاد اختك اولى، فيهم واحده عاوزه علوم والتانيه عاوز تربيه قوميه كده. تصدق انك رخم قوي. قوي. تعال اتفضل. أنا ما بقيتش أعيط، يمكن عشان حاسة إنه لازم أبقى قوية عشانك وعشان ملك. بس يا ماما غصب عني ساعات بخاف إن أنا ما بقاش قد المسؤولية، أو إن أنا مثلا أقصر معاكم. ليلى انتي أم ملك من وانتي صغيرة، عارفة إن أنا كبرتك بدري وعارفة إنك تعبانة. انتي بنتي، بحس بيكي من غير ما تتكلمي. صعبان عليا قوي أشوف الضحكة بتروح منك يوم بعد يوم، وإنك بتتبلي وعارفة إن أنا السبب. بس أنا عمري ما اشتكيت لك يا حبيبتي، ولا ممكن هشتكي أبدا. أنا عايشة عشانكم يا ماما، ربنا يخليكم ليا. ربنا يخليك انتي لينا، بس أنا نفسي أشوفك مبسوطة، عايزة أشوف ضحكتك الحلوة. ما تحسسنيش بالذنب ده، كفاية ذنب ملك.
لا يا حبيبتي أنا مبسوطة وكويسة وهبقى كويسة صدقيني. ربنا يخليكي لي. ربنا يخليكي لي. ها ايه الاخبار؟ الأستاذة لسه ما جاتش. تاني؟ خلاص بقى، ده آخر مشهد لينا النهارده. اهدي بقى عشان خاطري. تخيلي الأستاذ عبد الهادي سعيد قاعد في أوضته من الصبح ولسه ما اشتغلش. معقولة؟ راجل زي ده يقعد ملطوع مستنيها كده؟ عيب عليهم، دي قلة ذوق والله. أنا هروح له. أنا بكلمك كتير ما بتردش عليا ليه؟ مش عايز ارد. هو بالعافيه. على فكرة أنا سبته حسام، طلقت خلاص. وانا مالي؟ وأنا مالي؟ اه مش فاهم. لا فاهمه وبتحوري. يعني أنت بعد ما خلتني أسيب جوزي جاي تقول لي كده؟ لا ثانيه واحده. انت هتأذي. انا ما خليتكيش تسيبي جوزك، انت سبتيه بمزاجك يا ماما. عملت كده علشانك. مش حقيقي. انت عملت كده عشان انت كدابه وعينك فارغه. انت اصلا خاينه وانا بكره خيانتكم. امسحي رقمي من فضلك واوعي تيجي هنا تاني. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم مني ليه؟ هو انا غلطت في ايه؟ انا ما غلطتش. ما قلتلكيش سيبي جوزك وتعالي صاحبيني. بس انا لو كنت غلطت فانا غلطت ان انا عرفت واحده زيك. روحي ربي بنتك عشان ما تطلعش شبهك. جيب سيرة بنتي يا حقير يا زبالة. انت بتعملي لي فيها زهرة العلا. اتكلي على الله. ايه ده يا عم نادر؟ احنا في سويقه ولا في مجمع ولا ايه؟ مش عارف بس اكيد في حاجه. استاذ نادر، صباح الخير. صباح النور. الاستاذ مستنيك جوه. ماشي. طيب انا هستناك هنا. اوكي. استاذ منصور، فاكرني؟ انا سلطان ابو العز. ليه عند حضرتك قهوه قبل كده؟ هو في ده الكاستنج اللي بيعملوا الفيلم. طيب انا ليه عندك قهوه مظبوطه. أنا قلت ما أخشش عليك بإيدي فاضية. ازيك يا بنتي يا ساره؟ عامله ايه؟ عاملة مستنية زيك. حاجه قله ادب بعيد عنك. بس ايه رايك في الشغل اللي انا عملته؟ حقك والله يا أستاذ. بس انا غصب عني لازم استنى. اعمل ايه؟ انا ليا دفعه لو مشيت مش هقدر اخدها. أخ منك أنت، هو أنا بحبك من شوية؟ اعمل ايه بس يا بنتي؟ زمان كانت الناس بتحترم مواعيد بعض وبتحب بعض اكتر من كده. لكن زي ما انت شايفه اهو كل واحد عاوز يخطف ويجري. واديكي شايفه بنت مفعوصه بتتاخر على شغلها ب5 ساعات. المهم انت عامله ايه؟ أنا الحمد لله. لا بجد مالك؟ مفيش. عندي يعني شوية مشاكل كده في البيت وفي الشغل. مش مهم مشاغل البيت. مشاكل البيت ديت ممكن تتحل في اي وقت، انما شغلك ايه مشاكلك فيه؟ انا شايفك يعني زي الفل، تخرجي من فيلم تدخلي فيلم. انا شفت لك حته فيلم امبارح كان اسمك فيه نيره. الدور ما كانش كده خالص على فكرة. دور نيرة كان دور ملوش ولا لون ولا طعم ولا ريحة، كمالة عدد كده. عارف الأدوار دي اللي هي أخت البطل؟ أنا بقى زهقت بجد من الأدوار دي. أنا نفسي أشيل عمل باسمي. طب ما أنت شايفاني أهو، أنا ياما شلت أعمال باسمي وأدي النتيجة. قاعد ملطوع مستني الممثلة ومستني الدفعة. أنا عارف إن دي طبيعة النجومية، لازم في يوم تطلع، لازم تطلع، وفي يوم لازم تنزل علشان غيرك يطلع. هو أنا بقى نفسي في الطلعة دي، نفسي أطلع بس أطلع. أنا لو منك ألعب في منطقة النص. النجومية تخليكي جحدة وأنا مش عايزك جحدة. أنا عمري ما هكون جحدة، لأن أبويا رباني كويس وساب لي كنز ولازم أحافظ عليه. أنت ممثلة تقيلة قوي، اشتغلي بقى على نفسك بس اوعي تنسيها لما تبقي بطلة. يلا يا استاذه نتفضل عشان الاستاذه جت.
الحمد لله على السلامه يا سيدي. جت. بتتعب قوي قوي الاستاذه، يعني حضرتك عارف المواصلات والاتوبيسات والمشي يلا يا استاذ، يلا يا سيدي. ربنا يرحمنا. عقد كويس؟ لو ببلاش يا استاذ انا معاك. تفضي لي نفسك خالص لحد التصوير، وطبعا مفيش اي شغلانه تانية تدخلها اثناء الفيلم. يا استاذ انا فضيت حياتي وغيرتها عشان انزل لك. ده على اساس انك كنت فوق فبتنزل؟ لا انا ما قصدتش كده. سيبك منه، بيقول كلام فاضي. كلام فاضي ايه يا استاذ؟ هو انت عشان بتحب امريكا يبقى خلاص؟ بحب امريكا ايه يا متخلف؟ في فرق بين بحب وبفكر. مش عندي جزمه في دماغي. طب الف لك سيجاره. لا انا بشرب امريكاني. بصراحه انا حاولت ابطل سجاير والف توباكو بس ما عرفتش، رغم انه صحي اكتر. ولا صحي ايه؟ هما الاتنين هباب. يا ابني ده قرر يشرب سجاير لف مش عشان صحته، عشان دي امريكاني وهو مقاطع. ليه بقى يا نادر؟ عشان يوقع اقتصاده. لما باسل يبطل سجاير اقتصادهم يقع. والله انا اخدت القرار، ولو حضرتك اخدته وغيرك اخده اكيد اقتصادهم هيقع. وجهة نظر برضو. وجهة نظر ايه بس؟ ده كلام بيتقال. طب لو انت بطلت سجاير المفروض ما تركبش عربياته، ما تلبسش جينز عشان ده امريكاني، ما تفتحش ثلاجاتهم، ما تسرقش افلامهم وتعملها هنا في مصر، ما تاكلش اكلهم. اي كلام في اي كلام، اهو كلامه بس. لكن مضمون مفيش، لانه مش بيعيش اللي بيقوله. انت جبار يا استاذ. انا حقاني يا ولد. خلاص مش عايزين نتكلم غير في الشغل. ما تروح تشوف لنا الست دي خلصت التليفون ولا لسه، والا تروح. الله، انا اسفه يا استاذ والله كان معايا تليفون شغل. من هنا ورايح الاسبوع الجاي لا تليفونات ولا شغل مع حد تاني، ولو مش عاجبك تروحي. لا وعلى ايه، انا هقعد هناك اهو. اهو يا استاذ. ايوه يا عمر. ايه يا بيبي، ما بترديش عليا ليه؟ انا كلمتك اكتر من 10 مرات على فكره. انا قلقان عليكي. انت لسه فاكر؟ يا بنتي عارفه ان انا عمري ما كنت هسيبك تنزلي لوحدك لو كنت فايق. وبعدين انت غلطانه، يعني ليه ما خدتنيش وحطيتي راسي تحت الدش عشان افوق واجي معاكي؟ انت ايه يا اخي؟ بقول لك اختي كانت بتموت. طب طمنيني، عامله ايه دلوقتي؟ مالكش دعوه. سعيد بقى ما تجيب لك عربيه، انا تعبت وزهقت من المشي والتاكسيات. عربيه ايه انا يا ريمان؟ ما انت عارفه مرتبي شكله ايه وحياتي عامله ازاي. طب انت مالك يا سعيد، في ايه؟ بتتنرفز عليا كده ليه؟ مش متنرفز ولا حاجه. لا في حاجه، مالك في ايه؟ بصي بقى من الاخر، انا مش مرتاح للراجل ده ومش فاهمه. من الاخر كده عايزك تبعدي عنه خالص. انا ما نمتش من امبارح عشان اجمع كميه كبيره جدا من المعلومات عنه. طب ممكن تقولي بقى وصلت لايه؟ ما وصلتش لحاجه. مفيش عنه معلومه اكيده، ولا كويسه ولا وحشه. طيب ممكن تهدى عشان خاطري ونتفاهم؟ يا ريمان انا عارف ان انا لو اتحطيت في كفه وشغلك ومستقبلك في كفه، كفه شغلك هي اللي هتكسب. انت عبيط صح؟ يا سعيد انا بحبك، مش هقولك ان كفتك هي اللي هتكسب، بس انتوا الاتنين بالنسبه لي مهمين، انت وشغلي زيك بالظبط. انا عارفه ومتاكده ان انا بالنسبه لك مهم، بس شغلك كمان مهم. وبعدين ما انت هتشتغل معايا. انت ترضي لي ابقى معد في برنامج فوقيه فيه معدين ورئيس تحرير وانت المذيعه؟ شكلي مش هيبقى كويس يا نريمان، ولا شكلك انت كمان. لو انت ترضي لي كده انا موافق. حاضر يا سعيد، هكلم الراجل النهارده واقول له. حاضر. انا ما عرفتكوش على بعض. طبعا انجي غني عن التعريف. طبعا اكيد. ده يا ستي نادر منصور، ده اللي جاي. مش بتقولوا كده في الوسط المنيل ده؟ انا ما شفتكش قبل كده يا نادر. هتشوفيه فين؟ ده بقول لك ده اكتشافي. انت خريج المعهد؟ لا
انا دارس في امريكا. نادر درس تمثيل في امريكا وعمل كذا ماستر واشتغل مع ناس كتير هناك. طب ايه، عايزين نقعد بقى وتحكي لي الشغل ماشي ازاي هناك. انت اشتغلت مع مين هناك؟ انا اشتغلت مساعد تحت التمرين في فيلم اسمه 7. ده حلو قوي. انت شفته يا استاذ؟ طبعا. واشتغلت كمان مع روبرت دينيرو. طيب ممكن نشوف اللي ورانا بقى ونبقى نسمع السيره الذاتيه بتاعت النجم دي بعدين؟ انت اللي سالت على فكره، ما حدش فيهم سال. احنا ورانا حاجات عايزين نتكلم فيها مع النجم. الواد باسم ده شعلة نشاط، عشان كده بحبه. ده جدول بروفات الترابيزه ومعاه جدول مقابلات الستايلست. ما تقلقش يا صاحبي، ما تفكرش كتير، ركز انت بس في الدور. تشرب سيجاره يا لف؟ لا انا امريكاني. مساء الخير. يا ترى الدكتور ناجي مصطفى موجود؟ معرفش. طب اسال مين ممكن يبقى عارف؟ استبري شويه. استبر شويه؟ يعني ايه استبر شويه؟ مش فاهمه. مش انت موظف الاستقبال لازم تبقى عارف. لا انا مش بوابه على بوابه، انا موظف هنا ومتعلم حضرتك. يا سيدي وانا قلت لك ان انت مش متعلم، انا بسالك الدكتور موجود ولا مش موجود؟ لا ما تعليش صوتك عليا لو سمحت. انا لسه ما عليتش صوتي على فكره، انا لسه هعلي صوتي. طيب براحتك. براحتي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ احترم نفسك واتكلم كويس. ايه مجنونه دي؟ انت بتتعدي على موظف حكومي اثناء تأدية عمله. انا لسه ما اتعديتش، بس انا هتعدى بعد كده. بس ايه في ايه؟ دي ست جايه ترمي بلاها علينا. ما تحترم نفسك يا راجل. انت ايه ارمي بلاها دي؟ اقعد يا عهدي بالراحه. في ايه حضرتك؟ انا بساله الدكتور موجود ولا لا؟ طب حضرتك عايزه دكتور مين؟ الدكتور ناجي مصطفى. طيب هو لسه ما جاش، تعالي معايا نقعد نستناه. اتفضل. خلاص يا عهدي اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. ممكن اسمك؟ سلمى مجدي. سنك؟ 26. ممكن طولك؟ 160. الوزن؟ 50. ممكن بروفيل ليكي؟ اوكي. نرجع تاني؟ ممكن رقم التليفون؟ 011 011 3 4 3 4 5 9 5 9 6 8 9 6 8 9. شكرا. ثانك يو. ميرسي. اللي بعده. مساء الخير. مساء الخير. اسمك؟ سلطان. سلطان ايه؟ سلطان ابو العز. سنك؟ ايه انا مش صغير يعني. يا استاذ انا جاي اتقدم لك، سنك ايه بالظبط؟ مشي 40. عملت حاجه قبل كده؟ ولا بعد كده. نعم. انا اصلي يعني ما عنديش تجارب قبل كده في التمثيل يعني، لكن عندي تجارب شعريه وكتابه بعض الاغاني يعني. يا استاذ ده مش برنامج مواهب. رقم تليفونك؟ 01 3 2 1 1 2 7 3 04. طب وقافش ليه يا استاذ؟ في ايه؟ ما تخليك طبيعي، ده رقم تليفون عادي مفيش مشاكل. خلاص يا استاذ هنبقى نتصل بيك. انا قلت ادي بس كده. تأدي يا استاذ؟ ده هناك ده معلش هنبقى نتصل بحضرتك. انا عندي لسعادتك سؤال واحد بس. اتفضل. هو بطلة التمثيل اسمها ايه؟ علياء. علياء؟ طب اعتبرني معتذر عن المسلسل. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي بعده يا جماعه. على فكره مبسوطه اني شفتك. وانا كمان مبسوط قوي. عايزه بقى في بروفات الترابيزه تقعد تحكي لي عن كل حاجه. طبعا اكيد اكيد. هو انا مش فاهمه، هو انت ايه اللي جابك هنا؟ حد يسيب امريكا وهوليوود ويجي يدور على شغل في مصر؟ المشكله ان احنا نبقى محصورين في ادوار صغيره ومعينه بحكم اننا عرب. عندك حق فعلا، كتير قالوا كده. مع الاسف طبعا. بتدور على حاجه؟ لا مفيش. انت كنت فين؟ كنت بعمل كاستنج. كاستنج؟ يلا يخرب بيتك. مش حضرتك برضو الأستاذة الفنانة النجمة الأستاذة إنجي أيوة. إنجي أباظة صح؟ صح. أنا بالمناسبة أنا معجب بحضرتك جدا ومتابع كل أفلامك ومسلسلاتك والحاجات دي. ميرسي ربنا يخليك. أنا سلطان أبو العز. أهلا بيك. سلطان أبو العز. تليفونك فين؟ ليه؟ عايزه ليه؟ عايز هاخد سيلفي أنا أستاذة. طب يلا تعال. أهو.
لا 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 لا، انا اللي هاخد سيلفي، مش سيلفي، انا اللي هاخد السيلفي. اوكي. عامله ايه؟ هديتي؟ اه الحمد لله. شكلك مرهق شويه. هو الدكتور هيتاخر؟ لا، لازم يجي بدري النهارده. اشمعنى النهارده يعني؟ عشان النهارده في تفتيش من الوزاره. هو انتوا بتبقوا عارفين ميعاد التفتيش؟ طبعا، ده اهم يوم في الشهر، لازم كل حاجه تبقى ماشيه بالمسطره عشان ما يحصلش مشاكل. هو انتوا ليه كده؟ احنا مين؟ قصدك يعني المستشفيات الحكومه؟ كل واحد شغال هنا شغال وهو شايل هم الفلوس. يعني انت فاكره ان اي موظف من دول هو همه هو بيعمل ايه؟ خالص، بيشتغل وهو مش عارف هو بيعمل ايه. اوعي تفتكري ان انا ملك رحمه والجو الفاكس ده، انا زيهم بالظبط. لكن انا هديتك ولميت الموضوع عشان مش عايزه مشاكل، عايزه التفتيش يمر كده بسلام من غير خصومات وجزا وتحقيق. ايه؟ مستغربه عشان بقول الحقيقه؟ لا، هو انا مستغربه ان انا بسمع الكلام ده هنا. يعني انا لو سمعته من اي موظف حكومه ممكن افهم ويبقى عادي بالنسبه لي، لكن ان انا اسمعه في مستشفى هو ده الشيء الغريب. المفروض ان انتوا بتتعاملوا مع مرضى وبني ادمين وارواح، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ومين قال اننا بنهزر؟ احنا بنشوف شغلنا وبس، بس اكتر من كده ما فيش. طب وانت ليه ما تروحيش تشتغلي في مستشفى خاص؟ الاستقرار يا استاذه هيروح فين؟ انت اسمك ايه؟ صفيه. ابويا الله يعسر ابويا ده، ابويا سماني صفيه على اسم الست صفيه زغلول، على اساس يعني ان انا هطلع مناضله. طلعت ممرضه في مستشفى العباسيه. بس اقول لك على حاجه، المجانين اللي هنا او اللي هم بيقولوا عليهم مجانين تعلمي منهم حكم. والله العظيم حكم. هنا احسن من بره بكتير، على الاقل لو حد عمل لك حاجه بيبقى ليه عذره. لكن بره في الشارع ياما دي الناس بقت مجانين، دول اللي بجد مرضى نفسيين. ايوه صدقتك انا صح؟ لا ابدا بالعكس. هو انت اسمك ايه؟ انا ليلى. الله، ده اسم حلو قوي. ميرسي. صباح الخير. صباح الخير. انت ليلى؟ ايوه يا دكتور. اهلا وسهلا. عايز يكلمني وقال لي جاي النهارده، بس معلش بعد التاخير الشوارع زحمه جدا. وطبعا الست دي صدعتك من رغيها، دي ما بتسكتش. لا خالص يا دكتور والله. انا يا دكتور؟ مش انت خالص، دي لسانه بس. طيب انا هستأذن انا بقى بدل ما اقعد اتكلم تاني، عن اذنكم. اتفضلي. تشربي ايه؟ لا ميرسي يا دكتور ربنا. طب انا اشرب قهوه، اطلبك معايا؟ طيب اوكي. فكرت كمان في فكرة برنامج تحليل الأحداث السياسية بس اللي بتحصل بره مصر. يعني أي حدث أو خبر سياسي جديد نجيبه نتكلم عنه، ونجيب ضيوف محللين سياسيين من عندنا يتكلموا عنه. كملي. في فكرة برنامج تاني اسمها ماذا يحدث لو. فكرة البرنامج إن إحنا هنطلع نفترض افتراضات سياسية معينة، إحنا طبعا اللي هنتخيلها، بحيث إن إحنا نقدر نضيف وجهة نظر جديدة على الحدث، بحيث إنه لو حصل بالفعل يبقى إحنا لينا السبب. فكرتي في حاجة تانية؟ الحقيقة لا، هو أنا قلت لحضرتك 4 أو 5 أفكار تقريبا، ما عنديش حاجة تانية. ولا تالتة؟ لا، هو واضح إن حضرتك مش عايز تسمع أصلا، وبصراحة أنا مش عارفة ليه قلت لي فكري من البداية. زعلتي بقى وماشية دلوقتي وقفشتي وكده، ها؟ برنامج صوت الشارع، برنامج بيناقش قضايا الناس الحقيقية اللي بيقابلوها في الشارع كل يوم. هنستعرض مشاكل المحليات وفسادها والوزارات. انت بصلي كده ليه؟ اقعدي. كل ده في تقرير من غير ما نستضيف اي ضيوف الا في حالات خاصة جدا. يعني إيه؟ يعني أنا دوري إيه؟ أطلع أقرأ التقرير وبس كده؟ برضه بجحتك عجباني. يعني قاعدة مع مجدي العزيز وانت لسه حتة عيلة صغيرة ما عملتيش حاجة، وبيشرح لك هتعملي ايه وبتقاطعي كلامي، بالرغم من ان كلامي لو خلص هنا وما كملتش في برضه ناس كتير يحلموا يطلعوا يقدموا التقرير ده. ماشي، اسمعي يا ستي، بقية الحلقة هتبقى تليفونات مع الجمهور. أنا عايز اللي يهم حياة الناس. الناس خلاص يا نريمان زهقت من السياسة، شبعت. 5 سنين دلوقتي عمالين يتكلموا كل اسم سياسة.
انا عايز اللي يهم حياه الناس، فهمتي؟ فهمت، بس انا مش عيله صغيره. تطولي تبقى عيله صغيره. على العموم انا مش عايز اي حد يعرف اي حاجه عن موضوع البرنامج ده لغايه ما اختار لك التيم اللي هيقومه لك. ها؟ اعداد، اخراج، رئيس تحرير، انا اللي هختارهم وبالاسم. ها؟ في حاجه تانية؟ لا تمام. طب يلا امشي انت دلوقتي وانا لما اجهز هكلمك. اوكي. الو. بس للاسف ما بنقدرش ابدا نفصل الحالات عن بعضها. مفيش اماكن اصلا بتعمل كده. ما هو عشان كده يا دكتور انا خايفه اجيب ملك هنا. ما تخافيش يا ستي، ما تخافيش. انا بريحك من تعب انت اكتر واحده عارفاه، وبعدين مالك هنا هتبقى قدام عينيا. انت لازم تعرفي ان الحالات دي ملهاش علاج، ليها تاهيل بس، بيبقى عمرها قصير وما بتعيش كتير. من فضلك يا دكتور من فضلك، انا مش عايزه اسمع الجمله دي خالص لاني عارفاها كويس. حضرتك مش متخيل ملك بالنسبه لنا ايه. ملك دي اجمل حاجه في حياتنا. انا مقدر شعورك وهقف جنبك، بس جربي خليها تعيش هنا معانا. طب على شرط ما تاخدش كهرباء. الكهرباء موجوده هنا فعلا كعلاج، ولكن مش كل الحالات بتستدعي كهرباء. ملك مش هتحتاج كهرباء. انت مش عرفك انها ما تحتاجش كهرباء؟ يا دكتور انا متابعاها بقالي 10 سنين ولفيت على الدكاتره كلهم. ملك بتيجي بالمسايسه، يعني مش هتحتاج اي حاجه غير بكتيرها قوي ان واحده تبقى معاها طول الوقت. ده متوفر هنا كويس، جربي ومش هتخسري حاجه. الحالات دي لازم تتابع 24 ساعه، واكيد هنا هيبقى احسن طبعا. ده بالاضافه ان المصاريف هنا بسيطه جدا جدا. فكري في مصلحه ملك وانا تحت امرك، وانا بوعدك يا استاذه ليلى هتابعها لحظه بلحظه، ما تقلقيش. زي ما قعدت تسمع كلام بابا الله يرحمه واقتنعت بيه، اسمع من ماما. ما تحكمش عليها كده. ماما كبرت يا عصام. كبرت؟ بسم الله ما شاء الله. وهي عشان كبرت اسامحها؟ هي ما عملتش حاجه عشان تسامحها ولا لا؟ صحيح. هي عملت ايه يعني؟ يا دوب بس خانت ابويا اللي هو ابوكي على فكره. ماما ما خانتش بابا يا عصام. بابا هو اللي كان مريض بالشكل. بابا ما كانش مريض يا نهى، ولو سمحتي ما تقوليش عنه كده. يعني هي عملت ايه بعد ما اتطلقوا؟ مش اتجوزت صاحبه اللي كان بيشك فيه؟ ما تدافعيش وخلاص. ماما اتجوزت أنكل رشيد بعد ما اتطلقت من بابا بسنتين. لو كان في بينهم حاجه كانت اتجوزته على طول. لا والله. انت جايه ليه يا نهى؟ انا وماما محتاجينك قوي يا عصام. وانا ما كنتش محتاج لها لما رمتني 15 سنه؟ بابا هو اللي كان مانعها تشوفك. هو بابا بيطلع شرير في ام القصه دي على طول ليه؟ وامك ما بتغلطش؟ ملاك منزل؟ لا غلطت، بس غلطتها الوحيده انه لما خيرها تختار مين فينا اختارتني انا. كانت خايفه عليا عشان بنت وسابتك انت. هي دي غلطتها الوحيده يا عصام. انت كان لازم تعيش جنبها تتملى بحبها، وهي بتموت فيك والمصحف الشريف بتموت فيك. طب دور جواك كده هتلاقي ان انت كمان محتاج لها. المهم مش عايزك تزعلي مني ان اللي عملته مع الراجل اللي كان جاي يتجوزك ده. انا ما اقصدش. ولا تقصد. ربنا بيحبه ان انت عملت كده. حرام كل اللي حواليا يبقوا مظلومين. اوعي تقولي كده. انت زي الفل يا بت. انت قمر، واللي هياخدك ده هيعيش في الجنه. انا هبقى زي الفل بجد لو انت موجود في حياتي. احنا محتاجين لك قوي يا عصام. وانا موجود جنبك يا حبيبتي. لو احتجتيني في اي وقت هتلاقيني. انا محتاجاك جنبي على طول. وانا عمري ما هسيبك ابدا الا انت يا نهى. معرفتش بصراحه اقول له ايه، بس انا هكلمه كمان شويه واقول له انا عايزه سعيد معايا. الراجل صح؟ تقولي له ايه وليه؟ انا اصلا ما ادخلش على برنامج انا مفروض فيه من حد، وبعدين انا لسه مش حاجه اصلا عشان امسك برنامج لوحدي. ايوه بس انت اللي شايل شغل اكرم. ده في المحطه بس يا حبيبتي، انا مع التتر انا بتكتب مع فريق الاعداد عادي جدا. يو يا سعيد،
هو كده كده هيجيب اكرم واكرم هيجيبك. ولو ده حصل انا هعتذر اصلا. ليه يا اخي؟ ما انا قلت لك ليه. يا سعيد بقى كبر دماغك. مش هينفع انا ريمان، مش هكبر دماغي. هو انت مش عايزني اكبر؟ دي فرصه عمري. يا حبيبتي خدي فرصتك زي ما انت عايزه. وبعدين برضو ما تنسيش ان انت كان نفسك تبقي مذيعه نشره اخبار، مش حاجه تانية. ايوه ما هو ده برضو برنامج حلو وفرصه. خدي يا حبيبتي فرصتك بس بعيد عني. نعم. بعيد عن شغلي يا نريمان. الموضوع اتقفل لو سمحتي ومش عايز اتكلم فيه تاني. ايوه مين معايا؟ انت سعيد؟ ايوه مين معايا؟ انا مجدي العزيز. تجي لي بكره الظهر المكتب، اكيد عارف لك. اوكي. عارفه يا عفاف، سلطان قاعد يقول لي انت كنز 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 يا عليا لحد ما دفني. بس هو معاه حق، انا كنز لازم يتدفن طبعا. ايه ده مالك دمك تقيل كده؟ ما بتضحكيش ليه؟ انا ما بضحكش. بطلته. اوعي تقولي كده، ده الضحكه الحاجه الوحيده اللي ما بتوجعناش. انا مش موجوعه يا عليا، انا مكسوره. الحمل بقى تقيل قوي، ما بقتش قادره امشي بيه. يا ستي ربك هو اللي بيسهل كل حاجه، ده انت اللي بتقويني على الحياه. صدقي وتامني بالله. لا اله الا الله. انا لما ببص في عينيكي وعينين بناتك بحس ان الدنيا دي حلوه قوي وعندي امل في الحياه. بصي انت بس لنفسك من بره ومن جوه ايه؟ اكتر حاجه توجع الام انها تتكسر قدام ضناها، وانا مكسوره قدام ملك وليلى. مش عارفه انا اللي كسرت قدامها ولا كسرتها معايا. ليلى؟ هو في احسن من ليلى؟ دي بنت بمليون يا راجل، دي جبل. من بره من بره بس يا عاليه. مش عارفه اوافق على الغلط عشان بتعمل الصح ولا ارفضه فيضيع الصح اللي بتعمله. مي شويه يا عفاف عشان المركب تمشي. امين؟ فكيها يعني كده ومشي الحياه. معرفش يا مي، لما اكون حاجه مش موافقه عليها ما بقاش مرتاحه. مش لازم ترتاحي، ساعات بنكدب على نفسنا عشان برضه المركب تمشي. معرفش. عارفه من ساعه ما جوزت سلطان وانا ما بعملش حاجه غير ان انا اصلي وادعي ان ربنا يهديه، وبرضه ما بتهديش وبتنيل ب60 نيله. والله يا عفاف انا فكرت اغني، انا اغني والبت ترقص ونعمل فرقه وكده يعني. ايوه كده فكيها، الدنيا ما تسواش. ما بتتغيريش خالص يا علي خالص. ايه ده هتغير. ولعلمك بقى انا بفكر اسيب سلطان عشان يعرف قيمتي. وهيعرف قيمتك؟ لا طبعا، هيعرف سهى ومنى وكركر وشوشو. جوزي واطي وانا عارفاه بقى. شفتي نادر؟ شفت نادر لسه بيحبها. اللي يعرف ليلى عمره ما ينساها. ليلى ازيك؟ ايه ده؟ مالك في ايه؟ خشي طيب خشي. ما تخليكي قاعده شويه. معلش سايبه الاكل على النار والله. ادي نريمان. مساء الخير. مساء النور. ليلى جرى لها حاجه؟ لا يا طنط، انا بس جاي اطمن على ملك. وليلى فين؟ في حاجه؟ رد عليا، ليلى فين؟ جرى لها حاجه؟ لا يا طنط، احنا متخانقين شويه. وهي في ايه ولا في ايه؟ بقول لك ايه يا سلطان؟ قول لي. هو مفيش باركينج قريب من هنا؟ لا ولا بعيد عن هنا. ليه؟ انت تقصد باركينج اللي هو الحديقه يعني؟ سلطان باركينج جراج يعني. باركينج اند كليننج، باركينج اند كليننج. لا الكلام ده في السيما يا معلم. طب يلا. لا استنى. ايه؟ ما فوتش الفرصه دي، امسك صورني جنب العربيه عشان انا بعمل فيسبوك انزلها عليها. ماشي.
عمر يا ابن اللذينه، وحشني عامل ايه؟ والله العظيم من اول ما جيت وانا نفسي اشوفك، بس مش عارف اوصل لك ازاي. انت جيت انت؟ لسه جاي من يومين. قول لي بقى انت عامل ايه؟ اهلك عاملين ايه؟ لسه مسافرين؟ طب والمزيكا عامله ايه؟ لسه زي ما انت، ما اتغيرتش على فكره. لا انا اتغيرت يا نادر. اهو كلنا بنتغير. قول لي بقى ايه الصدفه الجميله دي؟ انت جاي هنا بتعمل ايه؟ وحشني على فكره. نادر، عمر، ابو زليل. انا افتكرتك نمتي. يظهر ان انا ما بقتش اعرف انام يا ساره. في ايه بس يا ليلى؟ من ساعه ما جيتي وانا سايباكي مش عايزه اضايقك. مالك؟ مش عارفه، تعبانه، على مخنوقه، على مكتئبه، على فاشله، على حاجات كتير كده من كترها مش عارفه ايه. لا مش صحيح. مفيش حد بيكتئب وبيبقى مش عارف ايه السبب، بس احنا اللي بنحاول نهرب. بعدين في ايه بس؟ ده انتي اللي بتصبريني. انا اللي بصبرك؟ ده انا مش فاهمه اي حاجه في حياتي خالص. انا مش عارفه اذا كنت متجوزه ولا مش متجوزه، عايشه مع اهلي ولا عايشه مع جوزي. انا ما بقتش فاهمه حاجه. انت عارفه ايه مشكلتك يا ليلى؟ انك عايزه دايما تلعبي الدور الاول، دور البطوله في حياتك وفي حياه كل اللي حواليكي، فلازم تستحملي بقى. انا بقى نفسي حد يديني دور البطوله، بس للاسف كل الناس شايفاني ممثلة دور تاني. انت عارفة أنا نفسي ألعب شخصيتك انت تحديدا. بس انا ما اخترتش الدور ده، انا بلعب الدور ده غصب عني ومش عارفه العبه ومش عايزه العبه. لو سالتيني هقولك انا نفسي ابقى كومبارس، ابقى اول حاجه محدش يحس بيا. انا مخنوقه قوي يا ساره، مخنوقه قوي، مخنوقه قوي. افتكرتك نمتي. قاعدة بتفرج على الصور. تتفرجي معايا؟ انتي رحتي فين النهارده؟ رحت العصام. يو يا نهى، رحتي له ولا ما رحتيلوش؟ ابني مش هيتغير وانا عارفاه. عارفاه بجد يا ماما؟ عارفه يا نهى، زي ما تكون حته من قلبك كده تايهه، حاسه بيها بس مش قادره تعملي حاجه. هو اتعود على بعدي، لكن انا مش قادره اتعود، ومش هتعود لحد ما اموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي. الله يجازيه ابوكي بقى، شربه كرهي. هو الكره بيتشرب؟ الزن على الودان يا بنتي. انا صعبان عليا عصام، بس مش عارفه اعمل له حاجه. ابني البكري هيرجع يا ماما، انا مش عارفه امتى، بس هيرجع اكيد. عبد الله كلمك؟ عبد الله مين؟ العريس. مش قالك هيكلمك في التليفون؟ انتي برضو صدقتي يا ماما؟ ده ربنا بيحبه انه ما كملش. وبعدين هيكلمني يقول لي ايه؟ ولا يهمنا،
طنطك امان محضره لك عريس وهنروح نشوفه ان شاء الله. ماما انا مش عايزه اشوف حد تاني من فضلك، انا عايزه اعيش معاكي انتي وبس. طيب خلاص هنبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. لا معلش مفيش كلام تاني. تتعشي معايا؟ احضر العشاء وندهلك. الو ازيك؟ مين معايا؟ انا عبد الله. من الواضح ان انت ما سجلتيش رقمي. مش مهم، ما علينا. انا عايز اشوفك بكره. ممكن؟ كنا بنروح نقعد في مكان انا وهي، كان بيقعد هو فيه كمان، مكان بيقعدوا فيه الفنانين. صاحبنا هناك بس عمري ما حسيت ناحيته انه بيحبها. اصل الحاجات دي بتتحس من راجل للراجل يعني. الكلام ده من امتى؟ قبل ما اسافر بسنتين 3. هو اللي دفع لي فلوس تذكرة سفري عشان اسافر. ساعتها حضنته وقلت له مش عارف اقول لك ايه، انت رحمتني. تاريخ كان بيقتلني. بس هو ما عملش حاجه برضه، هي استنتك سنتين 3 وبعدين اتجوزت. عمر ما يستاهلش ليلة، ده عيل فاشل ما بيفكرش غير في نفسه. شافت فيه ايه بس؟ انا لازم اتكلم معاها. وقف جنبها ما سابهاش. معلش يا نادر، حاول تبقوا صحابه بس. تفتكري ينفع؟ ينفع، اي حاجه صح تنفع، لان ما ينفعش يبقى في حاجه تانية بينك وبينها. انت فاهمني؟ انت ما بتقفيش ثانيه على بعضك. ليلى مشغوله. والله العظيم انا ما عارفه اتكلم في التليفون. ده بدل ما تيجي تساعديني. ما قلنا كده مش هينفع، لازم تشوفوا لها حل. غوري على اوضتك. يا بنتي ما تسكتي شويه بقى، حرام عليك. انت في ايه بتزعقي كده ليه؟ انا زهقت. بس يا ماما، بس يا حبيبتي، في ايه؟ مالك؟ تلت ساعه بتعيط وانا عماله بصرخ. يا ماما ما هو مش بالمشط ده يا حبيبتي، مش بده. استغفر الله العظيم يا ربي. الفرشه دي يا حبيبتي. تعالي يا ملوك، تعالي ما تعيطيش. بس يا حبيبتي كده ملوكة هتسرح وتبقى أمورة ومش هتعيط، صح؟ كده ملوكة بقت أمورة خالص. عايزة تشوفي جمالك بقى؟ طيب حاضر يا ستي. شوفي انتي بقيتي حلوة قد ايه. شايفة؟ ايه؟ حلوة جميلة؟ حلو يا روحي، حلو يا حبيبتي. حلوة قوي. ما خدش غلوة. أنا بقى عايزك تعزميه عندك في البيت. اوعى يكون اللي بفكر فيه. طب ما الفيديو ده يعني هيكون أنا كمان مش هو بس. وأنا وأنتي إيه؟ مش واحد برضه؟ ما تقلقيش. أنا عايزك تعملي كده في أسرع وقت. هو أصلا مات من أول ما كلمته وأنت سمعت. غريبة الرجالة دي، نقطة ضعفهم بتخسرهم حاجات كتير. وأنت مالكش نقطة ضعف يا بيبي؟ أكيد ليا، بس أنا لسه ما عرفتهاش. لما أعرفها هقول لك. مش سهل أنت برضه. ده أنا أسهل من السهولة. والله. تخيلي. والله. هي يا ماما قلتي ايه؟ مش عارفه. خلينا نجرب طيب، لأن بصراحة الوضع كده بقى صعب عليا وعليكي. برضه هي من حقها يبقى لها حياة. انا ما اقدرش اتخيل اني اقوم الصبح ما الاقيهاش قدامي. ولا أنا. بس هنعمل ايه؟ على عيني والله يا ماما انها تبعد عني، على عيني. ما فيش غير العباسيه. هما هناك عملوا قسم خاص بفلوس حنينة شوية، وانا الدكتور اللي هناك اعرفه كويس، هيبقى عينه عليها، وهو قال لي ان احنا ممكن نشوفها اي وقت.
يعني ممكن اروح لها كل يوم؟ ايوه والله هو قال لي كده. هتوديها امتى؟ يعني كنت بفكر اعدي الصبح اخدها. انت متخانقه مع جوزك ليه؟ هو كلمك؟ لا هو جه هنا. عمر جه؟ ايوه. عمر مالك يا عمر؟ في ايه؟ مالك في ايه؟ عم عبد الله معلش، طلعوا فوق عندي. الو ايوه يا ليلى. ايه ساره، ما تقلقيش انا وصلت عند ماما خلاص. ليلى انا عندي خبر مش حلو. خبر ايه؟ عمر تعبان شويه. عمر؟ ماله عمر؟ ماله عمر يا ساره؟ ده الحل يا مراد اللي انا شايفاه. قلت ايه؟ سيبيني افكر. معاك وقتك. بتبص لي كده ليه؟ مستغربك. لا انا مش بقول حاجه غريبه على فكره، انت اللي تصرفاتك غريبه. مش في ايه في الانجيل بتقول يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته؟ انا مش بطلب حاجه غير كده. صحيح الانجيل قال كده، بس معنى الترك هنا انه يكون مسؤول عنها مسؤوليه كامله، يكون ما بينهم اسرار وحياه، بيت لوحدهم. ها شفت؟ قلت بيت لوحدهم، ما قلتش حاجه غريبه. انا يعني هو ده اللي انا بطلبه. ايوه يا سالي، ما هو مش معنى البيت هنا حيطان وشويه موبيليا، لا، ما هو في ناس كتير عايشين في قصور وبيتهم مخروبه يعني. فكر يا مراد وقول لي بقى. سالي انت بتحبيني؟ فكر وقول لي. انا مش عارفه اعيش مع عمر خالص يا ساره. يا بنتي عمر بيحبك، انا متاكده. اوعي يا ليلى يكون رجوع نادر. هو نادر ايه؟ انا بحب عمر، بس المشكله ان في الجواز الحب لوحده ما يكفيش. في تفاصيل كتير قوي بيني وبين عمر مش موجوده. والله العظيم انا ما بقيت عارفه اللي احنا فيه انا وهو ده انا السبب فيه ولا هو. ايه هو اللي انتوا فيه؟ انتوا الاتنين حياتكم مش طبيعيه بس مش اكتر. عشان كده من الطبيعي ان تكون علاقتكم بالشكل ده. شكل ايه؟ شكل حلو، شكل اتنين متصاحبين مش اتنين متجوزين. ودي احلى حاجه في الدنيا ممكن تكون بين الراجل ومراته. الملل والروتين والزهق بيقتل الجواز. بس انا نفسي تبقى حياتي طبيعيه عاديه زي اي اتنين متجوزين. يعني نفسي اروح الشغل وارجع احضر له الغدا، نقعد نتغدى مع بعض، نتفرج على التلفزيون مع بعض، نخرج نسهر، نعيش حياه طبيعيه. المشكله ان عمر حياته كلها عباره عن اجازه كبيره ما بتخلص، وهو مبسوط كده وبيعمل كل حاجه على مزاجه ومش عايز يغير طريقه حياته دي. ايوه بس الحياه اللي انت بتتكلمي عنها دي حياه راجل محاسب متجوز ست موظفه. ايه الملل ده؟ في حد يبقى طايل يعيش العيشه اللي انت عايشاها ويبقى متضايق؟ بس انا نفسي ابقى مسؤوله من حد، مسنوده على حد، ورايا راجل اتسند عليه، يخاف عليا ويقلق عليا. يا بنتي ده انا بخاف وبقلق على عمر اكتر ما هو بيخاف عليا. طب بس ليلى، ايوه يا عمر. انت فين يا ليلى؟ انا جنبك اهو يا حبيبي. ما تسيبينيش يا ليلى. انا ما قصدتش اسيبك عشان ما ينفعش. طب بعدين نتكلم بعدين يا عمر. بعدين ايه بس؟ انا بحبك، ما بعرفش اعمل اي حاجه في الدنيا غير كده. طيب
في جوه على فكره اوضه نوم لو تحبوا، يعني مفيش مشكله. ترمي نفسك. طيب ماشي خلاص براحتكم، خش انا جوه. جميل جدا. وهتبتدي امتى التصوير؟ قريب. على خير ان شاء الله. يا رب. كلمت الراجل يا ابني؟ كلمته مرتين بس ما ردش. طيب استنى بقى، هو هيتصل بيك. انا مش قايل لك يا سلطان ابعت له مسج وقول له ان انت من طرفي؟ ماشي. ماشي ايه؟ هي الناس هنا ما بتردش على تليفوناتها ليه؟ لا مش كل الناس، الناس المهمه بس. النجوم مش بيردوا غير على الارقام اللي مسجلينها. بكره لما تبقى نجم هتعمل كده برضه، بس هو هتعمل كده معانا. لا. هو يعني ايه نجم؟ نجم يعني مشهور، مهم، يخش اي مكان يتعامل احسن معامله في حته يعني. نسيت اهم حاجه يا معلم. نجم ده يعني نسوان كتير قوي وبنات زي اللوز يعكسوك ويحبوك. هي دي النجوميه يا نجم. وده حوار تاني. هو ده مفهوم النجوميه عندكم؟ لا لو ده مفهوم النجوميه شكرا، انا مش عايز ابقى نجم. هتبقى نجم. بس انا مش فاهم يعني ايه ملحن مشهور مش عايز يتعرف على مؤلف لسه جديد، عايز يتعامل بس مع ناس مشهوره. امال الناس جديد هتطلع ازاي؟ المنظومه كلها غلط على فكره. بص يا نادر، اي نجم في البلد دي حواليه شله، ما بتقولوش غير الله عليك يا نجم. بيعمل بقى حاجه حلوه وحشه مش فارقه. بس بره مش كده. بره لو انت شاطر هتاخد حقك. طب ما انت كنت بره، ما اشتغلتش ليه؟ ما انا قلت لك الموضوع اتغير هناك بعد 11 سبتمبر. يعني انا لو كنت هشتغل هناك كنت على طول هعمل دور ارهابي جاي يفجرهم. يا راجل، ارهابي هناك ولا دكتور اطفال هنا؟ السيجاره شكلها حلو يا ابو سلطان. قوي قوي قوي. حلو قوي فعلا. يا مين؟ مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا مر؟ شكلك اتخانقت تاني. يا مراد ايه؟ حاجه بقت تقرف. هو من بعد ما تلدى حاله تلب. طبعا قفلت الليله يا معلم. انا محتاج لك. انا كمان يا عمر، انا كمان محتاجه لك اكتر ما انت محتاج لي. انا شفت نادر. عايزة تقسم البيت ابن حيطة، مش حيطة واحدة، لا كذا حيطة، بحيث ان نينا تبقى قاعدة في شقة وهي قاعدة في شقة، وانا افضل تايه بينهم هما الاتنين. طب وايه المشكلة يعني؟ مش فاهم. ما تعمل كده وتخلص يا مراد، كبر دماغك. يا سلام، احنا لسه في الاول وبتعمل كده يا جماعة، امال لما نتجوز هتعمل ايه؟ لا انا اللي اكتشفته ان سالي ما بتحبش نينا. ممكن تكون بتحبك. اقول لك على حل حلو قوي، انده لمراتك قول لها يا ماما وتبقى جمعت 2 في 1. استنى بس. بصراحة مراد انا شايف ان انت مكبر الموضوع. عادي يعني، امك مش قاعدالك، مراتك هي اللي مكملة معاك. اتعلم تفكر في اللي قدامك قبل ما تتكلم. مش معنى ان ابوك طلعك كاره لامك انت عايز كل الناس تبقى زيك. دي امي يا اخي، ولازم اللي تتجوزني تبقى فاهمه كده. طب ايه؟ القعدة قلبت نكد ولا ايه؟ صلى على النبي ماما. عليه الصلاة والسلام. يا مراد صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام يا سيدي. اهو صلى على النبي اهو. اقول لك على حل بقى يكسر كل حاجة. انت تاخد بعضك وتطير على امريكا عند اختك ميرفت، وانسى الحيطة وانسى الحاجات دي كلها وعيش يا معلم. ايه يا معلم، هي السيجارة تركن معاك كتير؟ ما تلافيه. عصام ما تزعلش مني، انا اسف. ولا يهمك يا عم مراد. شكرا. كل واحد فينا عنده قوة احتمال.
في موقف معين ممكن ما يستحملش اللي قدامه، ساعتها مش هيفرق معاه حاجة. على فكرة ممكن الموقف ده ما يبقاش حاجة كبيرة. عارفة ساعات بيبقى جوايا حاجات مش لاقي كلام عشان اقولها. متقولش حاجة، متقولش حاجة خالص. ازيك يا ساره؟ جالك الورق؟ ايوه وصلني يا رياض. طب اقري وكلميني. بس يعني انا لسه مخلصه تصوير النهارده. انا عايزك ما تقعديش في البيت ولا لحظه، عايزك تشتغل على طول عشان ما تفكريش. كتر خيرك، بس يعني اقرا ليه؟ ما انا عارفه اكيد انت حاططني فين. لا والله دور كويس قوي. بقول لك ايه، ما تيجي تشربي معايا القهوه بكره في المكتب؟ ماشي اوكي. باي. انتوا نمتوا يا حبايبي؟ طيب تصبحوا على خير بقى. بس يا ملك، ايه يا ملوكة بس يا حبيبتي؟ حبيب ايه يا روح حبيب؟ بحب انا بموت فيك يا روحي. حضرت الشنطة. مرجحة يا نهلة، مرجحة. ايوه حبيبتي، هتروحي مكان فيه مراجيح كتيرة قوي. هتزقني كتير قد كده؟ هسوقك كتير. عارفة مين مستنينا تحت؟ عمر. ما اعرفوش. ازاي بس يا ملوكة؟ انتي عارفاه كويس وهو عارفك وبيحبك. هتوحشيني، هتوحشيني، هتوحشيني. مالك يا ماما؟ ماما ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ اختك ماشية دلوقتي. قولي غنيلي. غنيلك؟ غنيلك ايه؟ أغنية. أغنيلك أغنية القطة المشمشية؟ طيب. القطة المشمشية حلوة بس شقية، نطت حتة نطة، أكلت ورك البطة، لوكا زعلانة هي اللي غلطانة، سابت النملية مفتوحة شوية. بس يا حبيبتي وريني جمالك بقى كده، وريني. بسم الله ما شاء الله، قمر يا حبيبتي.
تيجي نتمرجح؟ صفية لا مش قصدك عليه. انا عايزك تطمني وما تقلقيش خالص، بالك في عينيها. تقدري تفضلي حضرتك. شكرا قوي. العب تحت امرك. واضح انك صح يا رايقه النهارده ومزاجك حلو. طب ليه بقى القر ده على الصبح؟ يعني ما ينفعش مرة من نفسي أصحى رايقة؟ يا ستي ده يبسطني، على الاقل لما نتقابل تبقى هادي عليا. يا سلام، أنا طول عمري هادية عليك على فكرة. لا انا مش قد الكلام ده. يلا انا بتحرك. هو أنت لسه ما اتحركتش؟ ما انا رحت القناه الاول، اكرم طلب مني يجي 100 حاجه فلازم كنت اخلصهم الاول طبعا. اوعى تكون قلت له. اكيد لا، رغم اني مش عارف الراجل ده عايزني في ايه اصلا. أكيد يعني عايزك معايا. تنكلم اكرم. بص انا مش فاهم حاجه. متقلقش، شوية وهتفهم. قلقان. يا ابني تفائل شوية، الراجل كلمك بنفسه وعايزك. ما هو ده اللي قلقني اكتر. بقولك ايه، اهدى بس شوية ولما اقابلك نتكلم. يلا سلام مؤقت. مالك يا ست الكل؟ ملك وحشتني، مش متخيلة البيت من غيرها. معلش يا ماما، صدقيني هي دلوقتي في مكان احسن. طبعا انت اكتر واحدة مبسوطة، كنت عايزاها تمشي عشان راحتك. ماما انا مش هكدب عليكي، ملك ما كانش ينفع تفضل هنا وهي بحالتها دي. انا مش فاهمه انا بقول ايه غلط عشان تبصي لي كده. انا مش فاهمة قلبك الجامد ده جايبه منين. لا انا ولا ابوكي ولا اي حد من اخواتك قلبه جامد كده. ده انا لو كنت رضعتك اسوأ ما كانش هيبقى ده احساسك باختك. انا بحب ملك اكتر ما انتي متخيله. دي اختي، فاهمه يعني ايه؟ بس انا بفكر في مصلحتها. ملك لازم تفضل في مستشفى. على فكره يا ماما، انتي ما رضعتنيش اسد، ومش معنى ان انا بفكر صح يبقى انا قاسيه. انا روحي فيكم انتي وليلى وملك. عشان خاطري ما تزعليش. انا نازله عايزه حاجه. ليه؟ ملك ليه؟ حرام عليكي، حرام عليكي، عايزه انام. ايه صداعتك؟ ما تنامي يا صفاء، هو في حد حايشك؟ انام ازاي؟ هي بقى 4 سنين ما بتخلص. معلش استحملي، ده لسه النهارده اول يوم ليها. يا ست الحاجه انا واحده ضريبه والمفروض جايه اتنقل هنا اتعالج، فشوفي اي دواء زفت يخرسها. والدكتور والله لسه مديها الدواء. اهدي بقى شويه. يعني هي كده واخده؟ امال لو مش واخده؟ ممكن تسكتي شويه؟ ملك يلا يا حبيبتي، يلا يا ماما، هما مستنيين بره. يلا نروح نلعب مع بعض يا حبيبتي. ايوه يلا بره بره بقى، خليكوا طول اليوم. ممكن تسكتي شويه واستحمليها، دي مريضه يعني غصب عنها. خلاص ارميها في اي مكان تاني. مفيش اماكن يعني، هو انت مش شايفه العنبر؟ بس يا ملك يلا يا حبيبتي، يلا نقوم نلعب مع ليلى. مستنياني حبيبتي في الجنينه. يلا يا ملك. جنينه؟ لا جنينه وليلى هنلعب مع بعض. ليلى وعفيف. يلا يا ملك.